السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم يا دكاترة؟ يا رب تكونوا بخير. معاكم شريف رضا، طالب كلية الطب جامعة المنصورة، دفعة 2023. في الفيديو ده بإذن الله هنتكلم عن 3 نقط مهمة جدا. وأول نقطة وهي أشتري كام كتاب مراجعة نهائية. النقطة التانية وهي إن الطلاب بتكون خايفة لما تكونش لما أفكار كتير للامتحان. النقطة التالتة وهي أقصى استفادة أقدر أستفيدها من كتب المراجعة النهائية. نبدأ بأول نقطة وهي أشتري كام كتاب مراجعة نهائية. طلاب كتير بتقف عند النقطة دي وبيبقوا فاكرين إنهم لما بيشتروا كتب مراجعة نهائية كتير يبقى هم كده عملوا اللي عليهم وخلاص، إن هم هيبقوا داخلين الامتحان ضامنينه ومعاهم أفكار كتيرة جدا زي ما بيفكروا يعني. وده يعني غلط كبير جدا معظم الطلاب بتقع فيه. أهم حاجة وهي فكرة إن أنت تعرف تحقق أقصى استفادة من الكتاب ده، يعني تكون فاهم أنت بتحل إيه. يعني مش شاري الكتاب بتحل اللي فيه وخلاص، بتعدي على كل سؤال على السريع كده، أهم حاجة تحله وخلاص. يبقى النقطة الأهم دلوقتي اللي احنا بنتكلم عنها إن أنت يعني أنت هتقيم نفسك. الكتاب ده أنا استفدت منه؟ أنا كنت مثلا بغلط في الأول كتير ودلوقتي الحمد لله الأخطاء بتاعتي قلت خالص. أنا أعرف ناس كانوا وإحنا داخلين على فترة المراجعة النهائية كانوا خايفين من الفيزياء زي معظم الطلاب إذا ما كانش كلهم يعني. فلقيته أول ما كتاب مستر محمد عبد المعبود نزل اشتراه، كتاب مستر محمود مجدي اشتراه، كتاب الامتحان اشتراه برضه، وكتاب نيوتن. فلما جه قال لي قلت له الكتب ديت يعني هتعطلك، وإن أنت مثلا ممكن تيجي على حساب مادة تانية عشان تعرف تحل الكتب دي. فقال لي لا أنا خايف من الفيزياء وإن شاء الله أعرف أحله. قلت له ربنا يعينك. جينا بعدها بفترة ولقيته بيقول لي الكتب دي أنا مش هعرف أحلها، أنا كفاية عليها كتاب واحد، ولو عرفت أي حد محتاج الكتب دي خده وأنا أبيعها له. فيعني إحنا وصلنا في الآخر لنفس النقطة، إنها مش بكمية الكتب اللي أنت هتشتريها، لأن معظم الكتب بيبقى أفكار الأسئلة واحدة ولكن يعني ملعوب في الصيغة بتاعتها. كتاب جايب بصيغة معينة، كتاب جايب مثلا نفس السؤال بس مزود خطوة، مزود مطلوب، مزود معطى. يعني في الآخر أشتري كام كتاب؟ كل المواد الثانوية العامة اللي عندك تشتري فيها كتاب واحد بس، الكتاب ده هيكفيك بإذن الله، ما عدا مادة واحدة بس اللي أنا بحبذ إن الطالب يشتري فيها أكتر من كتاب، يعني بحد أقصى 3 كتب، يعني أقل حاجة كتابين. ولو أنت معكش المقدرة ممكن تنزل كتاب PDF أو تشتري كتاب واحد، ويعني بإذن الله ربنا هيكرمك ويوفقك. لأن العربي بالذات يعني من المواد اللي أنت ما بتبقاش عارف السؤال هيجيلك منين. بتبقى مادة معتمدة على التمرس والتدريب على مثلا حل النصوص وقطع القراءة المتحررة. بالتالي هي مادة يعني يعتبر أصعب مادة في ثانوية عامة. وأنا هسيب لكم رابط في الوصف عن أفضل الكتب المراجعة النهائية اللي تشتروها، واللي بإذن الله الامتحان الأفكار بتاعته مش هتخلو من هذه الكتب. تمام؟ ويعني نصيحة لوجه الله، الكتب ديت على قد ما تقدروا تكون معاكم وتكونوا حلينها قبل ما تدخلوا الامتحان، وهتصدقوا الكلام ده وقت الامتحان يعني بإذن الله. نيجي بقى للنقطة اللي بعد كده، إن الطلاب بتخاف لما تكونش لما أفكار كتير. يعني مثلا طالب يجي يسألني يقول لي الكتاب الواحد مش هيكفيني، أنا خايف لما أكونش لامم أفكار كتير. هقول لك صلي على الحبيب صلى الله عليه وسلم. أنت هتتأكد إزاي إن أنت أي سؤال بيقابلك بإذن الله تعرف تحله؟ أقول لك هي فكرة إن أنت بتفكر إزاي عشان تحل السؤال ده. يعني إيه هي الخطوات المنهجية او الخطوات الثابته اللي انت بتمشي عليها عشان تيجي تحل السؤال. يعني مثلا انت بتحل فيزياء، فقابلك سؤال مثلا معاك معطى س وصاد وفي قانون جامع س وصاد وعين، فانت جبت عين على طول من غير ما تفكر اصلا هو عايز ايه. وبعد ما تجيب عين ربنا يسهل ان شاء الله والاقي لها قانون واجيب مطلوب تاني. انا اصلا ممكن ما يكونش هو طالبه منك في المساله، بس تكون عارف ازاي تمشي صح وان شاء الله هتوصل. تمام؟ طيب انت حليت وكله تمام، الواجب اللي عندك مثلا على اي فصل من الفصول تدخل تشوف الاستاذ اللي انت متابع معاه، تشوفه بيحل ازاي، وتحاول يعني تثبت طريقة حل انت يعني متعود عليها، عشان في فترة الامتحانات لو انت مثلا كنت بتحل بالفهلوة، لو انت مثلا كنت بتعرف مثلا هجرب على الآلة حاسبة، لو انت مثلا يعني اي حاجة من الحاجات ديت،
في وقت الامتحانات بالذات يعني واسألوني بيبقى توتر كبير جدا، وخصوصا لو قابلك لا قدر الله سؤال صعب أو كانت الأجواء حواليك مش أحسن حاجة. دماغك بيروح في حتت يعني بيشت زي ما بيقولوا. فبالتالي لازم انت يكون عندك طرق ثابتة، حتى لو انتش فاهم السؤال انا هعمل كذا وهعمل كذا اجيب كذا، وان شاء الله ربنا يسهل واعرف احل بقية السؤال. تمام. ديت النقطة التانية واللي لازم تاخدوا بالكم منها جدا يعني. طيب النقطة التالتة وهي أقصى استفادة أقدر أحققها من كتب المراجعة النهائية في طريقتين، وهقول لكم في الآخر أنا كنت بتبع الطريقة النهائية. الطريقة الأولى وإن أنت مثلا قابلت سؤال فكرته حلوة تحط جنبه مثلا نجم على طول. أي سؤال فكرته حلوة أنت عرفت تحله بس حسيت إن أنت وأنت بتحله إن هو فكرته حلوة، حط جنبه نجم. جينا لسؤال تاني صعب أنت معرفتش تحله خالص، شفت حله على اليوتيوب سألت فيه المدرس بتاعك، حط مثلا جنبه شباك على طول. السؤال الحلو نجمة، السؤال الصعب شباك، وأي علامة أنت تكون عارفها يعني. الطريقة التانية وإن أنت تجيب كشكول لكل مادة، وأي سؤال صعب أنت حليته أو أي سؤال فكرته حلوة تقوم رايح كاتبه في الكشكول ده، وكل ما تكتب سؤال جديد تعدي على الأسئلة اللي أنت كنت كاتبها قبل كده، مش هتاخد منك 3-4 دقايق. تمام؟ طيب أنا كنت شغال بالطريقة النهين وبحبذ الطريقة النهين. أنا كنت شغال بالطريقة الأولى، فكرت إني لما أعمل علامة أو مثلا أكتب الأسئلة الصعبة في أول الامتحان مثلا. يعني أنا كنت مثلا بحل امتحان وقابلني سؤال صعب زي ما قلت لكم، فكل سؤال صعب يقابلني اكتبه في اول صفحه في الامتحان، بحيث ان انا اول ما اجي افتح الامتحان ده يكون الاسئله الصعبه انا كاتبها يعني على الهامش كده، انا اكون كاتبها على الهامش. تمام. فكانت الطريقه ديت بتاخد وقت مني كتير في اني مثلا كل مره لازم افتح اول الامتحان واقعد ادور على الاسئله، فيعني ما كانتش افضل حاجه. الطريقه الافضل اللي هي الطريقه التانيه، كشكول وكل مره تقرا الاسئله اللي انت كنت كاتبها قبل كده، فبالتالي افكار الاسئله ديت هتثبت معاك. يا رب اكون يعني افدتكم. كده وصلنا لنهايه الفيديو بتاعنا. ما تنسوش تصلوا على الحبيب صلى الله عليه وسلم، وتشتركوا في القناه وتفعلوا زر الجرس عشان يوصل لكم كل جديد. ولو عندكم اي استفسار اي سؤال اكتبوا لنا في التعليقات، او انا سايب لكم اللينك بتاع جروب التليجرام، ابعت وانا ارد عليك باذن الله. ودمتم بخير.